اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم في قناتي مطبخ تيستي بيتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ في الفيديو النهارده هنعمل مع بعض القرنبيط المقلي، مقرمش وكريسبي جدا من بره، مستوي وطري حلو قوي من جوه، طعمه تحفه وخفيف جدا وبياكل. اكله اقتصاديه كده موفره، لو عايزه تقضي اليوم من غير لحوم او فراخ جربيه معايا بالطريقه دي، هيعجبك جدا. اول حاجه معانا القرنبيطه اهي. تشتري القرنبيطه المكبسه، ما تجيبهاش مفرغه وفيها عروق كتير، تجيبيها مكبسه كده الورده بتاعتها قافله على بعضها. هم دول كلهم واحده بس، دول اتكسروا منها. بنشيل العروق التخينه دي، ما بتبقاش حلوه في الاكل وبتستويش كمان بسهوله زي الورده اللي بره. وبنقطعها كده وردات صغيره، قطعي حسب الحجم اللي بتحبيه. انا بحبه في الحجم الوسط ده، ما بحبوش كبير قوي ولا صغير قوي. بيتسلق كويس، والعروق بتاعته كمان بتوصل لها الميه السخنه وبتتسلق وبتبقى طريه وحلوه زي ما انت شايفه كده. بقطعه بالسكينه حسب الحجم اللي انت عايزاه، مالكيش دعوه بالعروق ماشيه ازاي، قطعيها حسب الحجم اللي انت حباه. اكمل بقى تقطيع القرنبيطه كلها. هشيل كل العروق التخينه دي وهرميها، وهاخد بس الوردات. خلاص كده خلصت تقطيع. هاخدها تحت الحنفيه واغسلها كويس جدا بالميه السخنه، ولو في اي حتت عليها طين او غامقه بالمنظر ده انا بقشرها بالسكينه. اغسليها بقى كويس بالميه السخنه، لان ساعات العروق دي بيبقى فيها حاجات مش كويسه. نضفيها كويس تحت الميه، ونقعيها كمان في ميه بخل لو قدرتي. على النار بقى حاطه ميه بتغلي، هحط فيها معلقه ملح، معلقه كمون، حطي كمان شويه خل. في ناس بتحط لبن بس انا ما جربتوش، انا بحط الخل، بيخلي القرنبيط ابيض معايا احسن كمان من اللبن، وكمان ما بيغيرش طعمه وما بيخليهوش يعمل الريحه النفاذه بتاعه القرنبيط والكرنب. غطي بقى الحله وسيبيه لما يستوي. نجهز الخلطه بتاعته لحد ما يستوي. معايا كوبايتين لبن، بحط عليهم نص معلقه ثوم مفروم، بحط الملح حسب الحياء بتاعك، بحط كمان رشه من جوز الطيب، يعني حوالي ربع معلقه شاي كده من كل البهارات اللي انا هقولها لك دي. بحط بصل بودره وتوم بودره وشويه بابريكا وشويه قرفه، وبحط كمان شويه من بهارات المحشي ونص معلقه كركم. حطي بقى البيض، انا هحط بيضتين بس لان انا مش هقلي كل القرنبيط ده. بضرب بقى البيض مع اللبن مع البهارات لحد البيض ما يدوب خالص، وبحط الدقيق. بحط 3 معالق من الدقيق، وبحط معلقتين نشا. النشا مع الدقيق بيخلي القرنبيط في الاخر كريسبي معاكي ومقرمش زي الكنتاكي بالظبط. ده القوام اللي احنا عايزينه للخلطه بتاعه القرنبيط. حطيت معلقتين كبار من الخضره المشكله بتاعه المحشي، شبت وكزبره وبقدونس، بس الحته دي ما اتصورتش. ما تكتريش في الخضره لان الخضره بتخليه يشرب زيت ويطرى في الاخر. هنقلي بقى، هقلي الاول شويه بطاطس قبل ما احط القرنبيط في الزيت علشان الزيت يبقى لسه نضيف معايا. قليت طاستين بطاطس كده في الاول، وبعدين هبدا اقلي القرنبيط. حطيت وردات القرنبيط في طبق الخلطة، وبدأت اخد منهم واحدة واحدة واحط في الزيت. الزيت سخن طبعا، لسه مقلين فيه البطاطس. اي فرافيت بتنزل من الخلطة كده انا بلمها على طول بالكبشة عشان ما تتحرقش في الزيت وتغمقهولي. وعملت طبعا معاه سلطة بابا غنوج وطماطم متبلة. أكلة تحفة يا بنات، بتأكل جدا واقتصادية جدا، محدش ما بيحبهاش، واللي ما بيحبهاش عندك وما بياكلهاش جربها له بالطريقة دي، هتعجبك جدا. لو عجبتك طريقتي النهارده في القرنبيط جربيها واكتبي لي رايك في الكومنتات، وما تنسنيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناه لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.